السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده معانا واحده من العربيات العائليه اللي محبوبه جدا في السوق المصري، وهي الهيونداي ماتريكس. فلو مهتم تعرف مميزات وعيوب العربيه دي، دوس اعجاب واشترك في القناه، ويلا نبدا الريفيو بتاعنا. تعالوا في البدايه نتعرف على تاريخ العربيه في السوق المصري. اول جيل نزل من هيونداي ماتريكس كان تحت اسم هيونداي لافيتا، وظهر في 2002. والعربيه في الجيل ده كانت نازله بموتور 1500 سي سي بيطلع 103 حصان. وتاني جيل ظهر من العربيه كان من 2006 لغايه 2008، وده يعتبر الاكثر انتشارا في السوق المصري واللي هنتكلم عليه بشكل مستفيض في الفيديو ده. اما الجيل الثالث ظهر من 2009 لغايه 2011، ولكن العربيه في الجيل الثالث كانت تقفيل تركي. الجيل الثاني من هيونداي ماتريكس نزل بموتور 1600 سي سي 4 سلندر وقوه 106 حصان عند 5800 لفه في الدقيقه، واقصى عزم الموتور ده هو 142 نيوتن على المتر. والعربيه بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 12.7 ثانيه للنسخه المانيوال، والنسخه الاوتوماتيك بتتسارع في 14 ثانيه. والعربيه نزلت بدفع امامي، والفتيس العربيه فتيس مانيوال ب5 سرعات او فتيس اوتوماتيك عادي جدا ب4 سرعات. ومتوسط استهلاك البنزين في العربيه هو 8.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. وخزان البنزين بتاع العربيه سعته 55 لتر، وبالنسبه لمساحه الشنطه فهي 355 لتر. والوزن الاجمالي بتاع العربيه هو طن 800 كيلو، اما وزنها الفارغ فهو طن و300 كيلو. والجنود في العربيه جنود حديد او سبور مقاس 14 بوصه، ودي بتختلف حسب الفئات بتاعه العربيه. وبالنسبه لنظام التعليق في العربيه فعندك نظام تعليق امامي نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام المالتي لينك، وده نظام التعليق المستقل. اما بالنسبه لوسائل الامان الموجوده في العربيه فللاسف العربيه ما فيهاش اي وسيله امان ما عدا حزام الامان بس. ولكن لو انت عايز وسائل امان هتلاقيها موجوده في العربيات اللي هي كانت بتيجي استيراد من بره زي عربيات المعاقين. لما نتكلم عن التصميم الخارجي بتاع العربيه هنلاقيه تصميم انسيابي بشكل معقول. كمان العربيه التصميم بتاعها زي ما احنا شايفين مسحوب لفوق شويه، والعربيه بتيجي بعرض متر 74 سنتي وطول 4 متر وارتفاع متر 63 سنتي مع قاعده عجلات 2 متر 60 سنتي. وبنشوف عندنا الفوانيس بتاعه العربيه اللي جايه بالعرض مع اضاءه هالوجين، وفي النص بنشوف الشبكه بتاعه العربيه نزلت بخطوط بنفس لون العربيه، وطبعا في النص موجود اللوجو بتاع هيونداي. والاكسدام بتاع العربيه تصميمه بسيط، وعلى يمين وشمال الاكسدام هنلاقي اجزاء سودا من البلاستيك، ودي من الحاجات الحلوه عشان لو خبطت حد فهتحمي الاكسدام شويه من الخدوش. وتحت عندنا اماكن فوانيس الضباب المدوره مع فتحات التهويه السفليه اللي بتيجي بشكل مربعات صغيره. نروح لتصميم الجناب بتاعه العربيه اللي بنشوف فيه خط مجسم ماشي من الرفرف الامامي لغايه الرفرف الخلفي، وتحته موجود الجرايد البلاستيك اللي بتنزل باللون الاسود، ودي بتساعدك تحمي باب العربية عشان ما يتجرحش لو خبطته في الحيطة او في عربية تانية. ولو ركزنا شوية هنلاقي ان المساحات الزجاجية بتاعة الابواب كبيرة شويتين، ودي ممكن تكون حاجة رخمة لبعض الناس لانك هتبقى مكشوف بشكل كبير وانت قاعد جوه العربية، تحس ان انت قاعد في المقصورة الرئيسية. اما الجنود بتاعة العربية في شكلها بيختلف حسب فئة وموديل العربية. وعندنا هنا الجنود بتاعة العربية جنود حديد مقاس 14 بوصة عليها تصاعد بتدينا شكل حلو. والتصميم الخلفي بتاع العربية برضو تصميم متواضع، وعلى الازاز الخلفي بيبقى فيه مساحة مع ستوب خلفي، بس دول مش هتلاقيهم في النسخة اللي نزلت عن طريق الوكيل المصري. وعندنا الفوانيس نزلت بشكلها طولي، وفي نص الشنطة موجود اللوجو بتاع هيونداي، وتحته المقبض بتاع الشنطة بلونه الاسود. تعالوا نبص مع بعض على صالون العربية. عندنا معظم الخامات في الصالون من القماش مع البلاستيك الناشف، ولكن خامات لحد ما كويسة. والبيبان بتاعة العربية بتيجي من البلاستيك الناشف، وبنشوف المكان اللي حوالين الأكرة مبطن بالقماش، وتحت موجود زراير التحكم في المرايات والأزاز الكهرباء. والكراسي في العربية نزلت بفرش قماش باللون الرمادي. وبنشوف الطارة بتاعة العربية جاية ب3 أطراف وجت بشكلها المتواضع بلونها الرمادي برضو. كمان ورا الطارة بنشوف مكان زي بتاع العدادات بيوضح لك الحروف بتاعة الفتيس لو العربية اوتوماتيك، مع اللمبة بتاعة الفرامل وشوية حاجات تانية. تعالوا نبص على العدادات اللي جاية بشكل شيك وبتنور باللون الأحمر. وعلى الشمال عندنا عداد البنزين، وجنبه عداد الار بي ام، وفي النص عداد السرعة.
وعلى اليمين موجود عداد الحرارة مع شاشة فيها بيانات العربية زي الكيلوات اللي العربية مشيتها وشوية معلومات تانية. المكان بتاع العدادات هيبقى رخم شوية لبعض الناس لأنه بعيد عن مدى رؤية السواق، فالنقطة دي هتبقى رخمة لأنها يمكن هتشغلك شوية عن تركيزك في الطريق. وهنا بنشوف الجزء الوسطي اللي نزل باللون الرمادي وموجود فيه فتحات التكييف، وفي النص الزرار بتاع الانتظار، وتحته المكان بتاع الكاسيت اللي بينزل مع 4 سماعات في العربية. وجنب الكاسيت على اليمين موجود درج صغير عشان الفلوس الفضة اللي موجودة معاك. وتحت بنشوف بكر وزراير التحكم في التكييف. من الحاجات الحلوة في صالون العربية هي ان الكنبة بتتحرك لقدام ورا زي الكراسي اللي قدام بالظبط، وبرضه نفس الحكاية الظهر بتاع الكنبة بيتحرك لقدام وورا. ولما نيجي نبص على مساحة الكنبة هنلاقي ان المساحة بتاعتها كويسة لانها هتشيل 3 افراد بالغين هيبقوا مستريحين بنسبة كبيرة. ومن الحاجات اللي ساعدت في كده هو ان المكان بتاع نفق الفتيس واطي جدا، فده هيخلي اللي قاعد في النص يبقى لامم رجله وقاعد بشكل مستريح. من اكبر نقط تميز الهيونداي ماتريكس هي انها عربيه اعتماديه وعمليه بشكل ممتاز جدا لانها بتستحمل الشغل الشديد. كمان في نقطه حابب اوضحها وهي ان الموتور بتاع الهيونداي ماتريكس نفس الموتور بتاع الهيونداي فيرنا. ولو انت حد بيدور على عربيه قطع غيارها متوفره بشكل كبير جدا ممكن تلاقيها عند البقال اللي جنبك وكمان باسعار في المتناول، فالهيونداي ماتريكس هتكون اختيار كويس ليك. اما بالنسبه للفتيس بتاع العربيه فهو من الحاجات الاعتماديه اللي هتعجبك لانه قليل في الاعطال بتاعته، كمان الصيانه بتاعته سهله ومش غاليه. ومن الحاجات اللي بتخليك تسوق العربيه بشكل ممتع ومريح هي النعومه بتاعه عفشه العربيه. والهيونداي ماتريكس بتوفر لك عفشه ناعمه بدرجه حلوه عشان لما تمشي في شارع مكسر ما تحسش بالنقر والمطبات اللي موجوده فيه. لو كملت الفيديو لغايه هنا ما تنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك في القناه. نيجي بقى لواحده من الحاجات اللي هتعجبك في العربيه دي وهي الارتفاع بتاعها عن الارض. والخلوص الارضي بتاع الهيونداي ماتريكس هو 16 سم، فده طبعا هيديها القدره والامكانيه للتعامل مع المطبات المتخلفه بتاعه شوارعنا والشوارع المكسره، وبكده هتبقى ماشي مرتاح البال مش حامل هم ان العربيه تحك في المطبات. لما نخش في شنطه العربيه هنلاقي ان المساحه بتاعتها 355 لتر، ودي مساحه معقوله لو انت معاك ركاب في العربيه، فهتقدر تشيل فيها الحاجات بتاعتك، ولكن المساحه مش هتكون واسعه قوي. اما بقى لو حبيت تنقل حاجه كبيره زي الغساله مثلا فالعربيه تساعدك في كده لان الكنبه بتتلم كلها بشكل جميل جدا، وده بيخلي شنطه العربيه تبقى واسعه جدا وملعب تشيل فيها الحاجات اللي انت عايزها، لان بعد ما بتلم الكنبه الشنطه مساحتها بتوسع لغايه 1200 لتر. الثبات بتاع العربيه وده من الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها، والثبات في الهيونداي ماتريكس هتلاقيه كويس معاك ولكن مش احسن حاجه لان العربيه بتكون ثابته بشكل كويس لغايه 120 كم في الساعه. والتكييف بتاع العربيه هيديك اداء حلو جدا في التبريد بتاعه، ولكن لما بتشغل التكييف بتحس ان عزم الموتور اتاثر شويه، وده هتلاحظه بشكل كبير لما ركاب العربيه يكونوا كاملين العدد. الهيونداي ماتريكس زي ما قلنا من شويه انها عربيه اعتماديه وعمليه، كمان اقتصاديه في قطع الغيار بتاعتها. ولكن تعالى بقى نشوف استهلاك العربيه للبنزين. هنلاقي ان استهلاك العربيه للبنزين على الطريق السريع لو انت ماشي على سرعات معقوله يعني 90 او 100 هتلاقي العربيه بتستهلك من 7 ل 8 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك حلو. لكن لو ماشي في زحمه او بتجري على سرعات عاليه فهتلاقي ان الاستهلاك عمال بيزيد وممكن يوصل معاك لغايه 11 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. فلو بتدور على عربيه اقتصاديه في استهلاك البنزين فللاسف انت في العنوان الغلط لان الهيونداي ماتريكس مش هتناسبك. بالنسبه لجوده العزل جوه صالون العربيه فالعزل جوه الصالون هيكون مقبول لانك بتسمع اصوات خارجيه زي صوت الهواء او صوت الطريق، فالدنيا هتبقى لحد ما كويسه. لما نيجي نشوف نسبة الأمان في العربية هنلاقي إن العربية ما فيهاش أي وسيلة أمان، ولكن فيها حاجة واحدة بس وهي حزام الأمان، وبكده نسبة الأمان في العربية هتكون ضعيفة جدا. ولكن زي ما قلنا لو أنت عايز وسائل أمان هتلاقيها موجودة في العربيات اللي كانت بتيجي استيراد من بره زي عربيات المعاقين اللي بتكون فكة حظر، دي ممكن تشتريها لو حابب. أما أداء الفرامل بتاعت العربية فهيبقى مقبول ولكن مش أحسن حاجة ممكن تسعفك في المواقف الطارئة لو أنت ماشي على سرعات عالية، لأن لو جيت تدوس فرامل الفرامل ما فيهاش اي نظام امان زي الاي بي اس او الاي بي دي فهتلاقيها بتزحف معاك. الملخص بقى الهيونداي ماتريكس بتوفر لك الاعتماديه العمليه الاقتصاديه في قطع الغيار بتاعتها، قطع غيارها متوفره بشكل كبير جدا واستهلاكها يمكن عالي شويه في البنزين، بس العربيه دي مناسبه بشكل كبير للعيله. سعر الهيونداي ماتريكس المستعمله للحالات الكويسه بيتراوح من 120,000 جنيه لغايه 250,000 جنيه. طبعا السعر ده بيختلف حسب الحاله والموديل والفئه بتاعه العربيه. متنسوش هسيب لكم تحت لينك الجروب بتاع ملاك العربيه. في النهايه لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.